الصلاة هذا من الأدعية إيش بالنسبة له. إي نعم. يعني الناس سبحان الله حتى الدين ما في خيار وفقوس، أما الناس كلها بحاجة لله، الغني والفقير. أما أقرأ عن رجل إي نعم بيشتغل بمطعم قرصون، ولا فات على المطعم رجل لابس ثياب بسيطة، فات وقعد على الطاولة، فالمدير تبع المطعم قال له لهالشاب، قال له اصرفه. قال له هلا ببلاد برا حتى بالسعودية عم يحكوا لي معاونيني فاتوا على مطعم لابسين أواعي باكستانية، قعدوا على الطاولة، قال لي قعدنا بيطلع ساعة، لك ما حدا استعبرنا، لك ما حدا قال شو بدكم تاكلوا. بعدين فز قال له شو أخي ما تجيبوا لنا أكل؟ قال له شو منين أنتم؟ قال له من سوريا. قال له ما ببالنا أنكم سوريين، بالنا أنكم من الدول الفقيرة. قال لي إذا فات واحد منهم وأكل ما بيدفع حق أكله، شو بدكم ننزلكم؟ وعلى حظهم طلبوا سوشي، مدري سوشي اسمه، قال بدي أجربوا هالأكلة، وأكل طلع إي نعم مسلوق، سلق السمك سلق واللحم. قال لي ما أكلنا وشي غالي. فهذا الرجل قالوا له اصرفه، يعني هدول من اللي ما معه. قال له، فابتسم بوجهه واستقبله. مرق مدير المطعم من جنبه قال له والله إذا ما بيدفع فاتورته لدفعك إياها أنت، يخصمها من إيجارك. تم متبسم بوجهه، حط له أكل. إي نعم. وقال هذاك سمعه الرجل اللي لابس أواعي بسيطة، سمعه للمدير وعم يحاكي العامل. فمحل ما خلص إي نعم قام التفت العامل قال له للزبون، قال له سيدي يعني إذا ما معك ثمن الطعام عادي، يعني ما في مشكلة، يعني أنا سداد. طالع مصاري، قال له قديش الفاتورة؟ دفع 10 أضعاف الفاتورة. قال له تعطي ثمن الفاتورة للمطعم والباقي لك. قال له هدول المدير ما بيعرفني لأنه ما بيتواصل معي، مو من مستواه يصل لأي شيء لمكتبي، المطعم هذا من أحد أملاكي. فقال له للعامل هذا، قال له أنت شغلك مو هون، أنت إلك عندي شغل غير الشغل هذا كلياته. فالإنسان لما بيلاقي واحد